ماكرون ومبابي وحكيمي لم تتوقف المساندة على الأصدقاء فقط، بل قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدخول إلى غرفة ملابس المنتخب المغربي عقب نهاية المباراة لمواساة لاعبي المغرب، وأشاد الرئيس الفرنسي بسفيان أمرابط وصفه بأفضل لاعب خط في البطولة فاصلة. وأرد ماكرون عبر حسابه على تويتر قائلا: إلى أصدقائنا المغاربة نقطة. هنيئا لكم على هذه الرحلة، لقد دخلتم تاريخ كرة القدم. ماكرون المغرب ومبابي دموع الجماهير المغربي بالدموع. تفاعلت الجماهير المغربية مع خسارة منتخب بلادها في نصف نهائي كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي، خاصة بعدما كانت تمني النفس باستمرار تلك المغامرة والأحلام التي عاشتها مع كتيبة وليد ليركراكي منذ التأهل في صدارة واحدة من أقوى المجموعات بالبطولة، في مشهد لم يحدث من قبل لأي منتخب عربي وأفريقي، بعدما حطم المغرب حدود المستحيل وعبر إلى نصف النهائي على حساب منتخبات قوية ذات باع طويل في تاريخ مشاركتها في المونديال. مغامرة جديدة تنتظر المغرب. يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الكرواتي يوم السبت المقبل في المباراة التي تجمع المنتخبين للمنافسة على تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم. واستهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبيا مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور 16 بركلات الجزاء الترجيحي بنتيجة 3-0، وذاك بعد انتهاء المباراة والأشواط